لأول مرة في تاريخ أمريكا يرفع الأذان بمكبرات الصوت في المساجد، وكل ده بفضل الشابة المصرية رنا عبد الحميد. طب يا ترى إيه الحكاية؟ الحكاية عرفناها لما منى البغدادي اللي هي والدة رنا عبد الحميد نزلت بوست وكتبت فيه: الحمد لله حمداً طيباً، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بعد 31 سنة في أمريكا أتمنى أسمع صوت الأذان في الشارع. رنا اليوم استلمت الإذن بالأذان بمكبرات الصوت في مساجد لأول مرة في استوريا خلال شهر رمضان. ملحوظة، طبعاً مش هي اللي هتأذن بصوتها أكيد، يعني اللي هيأذن هو مؤذن المسجد طبعاً. وعبرت رنا في حسابها على تويتر عن فرحتها العارمة، وبدأت تعرف الأجانب عن الأذان والصلاة والإسلام. وإحنا كلنا كمسلمين فرحانين قوي زيك يا رنا بالظبط، ويمكن أكتر كمان. بنات مصر كل يوم بيثبتوا إنهم جدعان قوي وب100 راجل حتى وهم في الغربة. ربنا يحميكي.